اللي بيحصل ده مش هتلاقيه في اي مكان غير في مصر. الاجبان عفن بعفن. اكتر جبنه بيحبها المصريين، ولكن مفيش جبن رومي نقدر نقول امنه الى حد كبير في مصر. مش حاجه حلوه قوي عشان نعملها سندوتشات لاولادنا في المدارس. دي مضره. جبنه بتتساب في هناجر وتقعد بالشهور، واحيانا ممكن توصل عمر سنه قديم. اقاويل كتير بتتقال عليها. هل الجبنه الرومي بتعمل من بطاطس؟ جبنه رومي بيتحط عليها فورمالين. ايه الصح وايه الغلط؟ اسرار صناعه الجبنه الرومي. الجبنه الرومي ينفع ناكلها ولا؟ الجبنه الرومي مضره؟ في الفيديو ده هاخدكم في جوله داخل صناعه الجبنه الرومي. احنا النهارده في دمنهور، اصل الجبنه الرومي. زمان الجبنه الرومي نشأت في دمياط، ولكن النهارده الجبنه الرومي في البحيره بالتحديد في دمنهور. فتعالوا نشوف ايه قصه الجبنه الرومي هنا. ايه هو سر الجبنه الرومي؟ أنا الدكتور محمد الطحان، دكتوراه في اقتصاديات الألبان ومنتجات الألبان. اشتغلت في المهنة دي بقالي أكثر من 42 سنة. اكبر 3 شائعات عن الجبنه الرومي ان الجبنه الرومي بتصنع من بطاطس، الجبنه الرومي بيتحط عليها فورمالين، العفن او العفن ده اللي بيقولوا عليه عفن يعني. فطبعا ده عمليه جهل بالمنتج نهائي. الجبنه الرومي بتتصنع من لبن فقط. كل كيلو جبنه بيطلع من 10 كيلو لبن. كل كيلو جبنه بيطلع من 10 كيلو لبن. يعني لو الناس حسبتها، قعدت تحسبها مع نفسها كده ولقيت ان اللبن غالي بس الجبنه رخيصه، فده معناه ان ده مش مظبوط. حاجه غلط. لو جبنه رخيص، عشان كده الجبنه الرومي ما تعتبرش رخيصه. اقل حاجه بكام؟ الكيلو في السوق المظبوط من 270 280 لحد 320، وممكن يزيد عن كده لو اتعتقت اكتر من كده. اقل من كده للمستهلك يبقى ممكن يبقى فيه حاجه. انت لو بتشتري ربع كيلو جبنه رومي اقل من 70 جنيه فانت بتشتري جبنه رومي مغشوشه. حسب القد طبعا 250 الجبن اللي بقى لها 3 شهور او 4 شهور. الجبنه لما يعدي عليها سنه توصل 300. الجبنه الخفيار دي يا دوبك دي تكلفه المنتج. جبنه بتبقى مفيده جدا في القيمه الغذائيه للمستهلك المصري. دي اصل الجبنه في مصر. احنا استلام اللبن الاول بيتم بالاختبارات الحسيه اللي هو الشم والذوق. يعني قبل ما يدخل اي اختبارات كيماويه او يدخل على جهاز التحليل، اللبن بيتم شم وذوق من واحد خبير جدا لا يقل عن 20 سنه خبره. انا مثل حضرتك من 88 وانا بستلم لبن. يعني بتستلم اللبن ازاي؟ ايه الفكرة؟ انا دلوقتي من الخبره، اللبن ده من الذوق ومن حاسه الشم بحدد اللبن ده. عشان الجهاز بتاع ربنا ده اهم حاجه ده الغش سابق العلم في كل حاجه، ما عدا ده ما بيتغشش سبحان الله. لقيت في حاجه شاذه بدخلها على الاختبارات. عندي اختبارات كحول، عندي اختبارات فورمالين، كل الحاجات الكيميائيه. بس بفضل الله تعالى احنا بنحدد بنسبه 90% اللبن ده فيه ايه. الحاجات التانية المكونات الكيميائيه دي هي اللي بتساعدني بنسبه 10% وبتاكد كلامي. بنستلم اللبن من موردين بيجي جاي مصفي. برضه من الشائعات اللي هو الطبقه دي جبنه رومي، ده قشره خارجيه بروتين لاير ما بيتباعش في الاخر. الجزء الخارجي ده، يعني الناس اللي بتبيع الجزء الخارجي ده ممنوع. دي قشره بتتقشر وما بتتباعش. والفطر اللي بره والبكتيريا الطبيعيه دي، ده اي جبنه طبيعيه بتعمل كده، وده طبيعي جدا. دي فتره التسويه بيحصل للجبنه كده، والجبنه بتتعتق، والقشره دي في الاخر بتتقشر وما بتتاكلش. هي مش بس الجبنه، هي اي حاجه بتتعتق. يعني اللحمه اللي بتتعتق، اي حاجه بتتعتق بيبقى فيها الطبقه الخارجيه دي لازم تعمل كده. دي كده عمرها يوم، لسه معموله، لسه ما اتعملش فيها اي حاجه. ودي عمرها شهر. بتبدا ان هي تتعتق وتتملح وتقعد وتبدا تتباع بعد 3 شهور. مجرد ما هي بتتملح وبتتعتق وبيحصل لها فيرمنتيشن عشان الجبنه تقدم وتستوي زي اي حاجه ربنا خلقها بتستوي. فدي فتره سوى ما بيتاكلش فيها. تحس ان هي كل ما بتقدم كل ما بتصغر. يعني بص، ده عالي اهو شويه لحد ما ايه بتوصل للحجم ده. مظبوط. هي بتخس وبتفرش، تمام، وبتقدم وتعتق. ده عمر لسه يوم، ده لسه يوم انتاج امبارح. ده عمر شهر، ده عمر 3 شهور. اول 3 شهور تبقى اسمها جبنه رومي جديده. بعد 6 شهور تبدا بقى تبقى ايه؟ جبنه رومي قديمه. تبقى اللي هي 12 شهر، ودي بتبقى اغلى حاجه. دي بتبقى الجبنه الرومي البطارخ، دي بتبقى اغلى حاجه. يعني في جبن رومي بتتباع قبل 3 شهور، وده مش صح. ده مغشوش، ده مش صح. لانها ما كملتش، ما خدتش السوا بتاعتها، لسه نيه زي ما بنقول. وده الجدار ده طبيعي خالص، ده الفطر الطبيعي اللي الجبنه بتستوي بيه، مفيش اي مشكله. في الاخر الجدار ده ما بيتاكلش، بيتقشر. تمام. بعد المرحله دي بيتم غسلها بالميه وبالملح لحد ما توصل من هنا
تبدا ممكن تاكل الجبنه الرومي بكل امان. دي جبنه رومي جديده. انت متخيل ايه اللي مميز مصر بالجبنه الرومي ومخلي الجبنه الرومي دي موجوده عندنا مش موجوده عند حد تاني؟ هي البكتيريا اللي موجوده في وقت التصنيع والتعتيق، دي مش موجوده في اي حته تانيه. الناس بره عندهم جبن تانية مماثله زي ما شبه مثلا الجبنه البارميجان، ولكن مش هتطلع بطعم وحلاوه الجبنه الرومي. ده هنا كده القرص بعد الكبس، قرص الجبنه الرومي بيتم الكبس هنا. ده الكبس المبدئي، يدخل على المكابس لمده 24 ساعه عشان ناخد قرص جبنه رومي. بيتم تعتيقه وتمليحه في مناشر التسويه لمده 3 شهور. في الاخر بتاخد قرص جبنه رومي جديده. وبعد كده كل ما تقدم بتبقى جبنه رومي وسط، بعديها اخر حاجه جبنه رومي بطارخ. المستهلك المفروض يروح للاسماء الكويسه، بقال اللبان المشهور، الهايبر اللي ليه اسم كويس، عشان الناس دي بتعرف تشتري جبنه رومي صح من مصادر محترمه. لان في منتجات تانية مع الاسف غير الطبيعيه بتبقى فاقده الى القيمه الغذائيه وفيها اضرار برضه الصحيه، بعض اضرار الصحيه. القشره دي ما بتتباعش، يعني المفروض ان انت ما تشتريهاش. في ناس انا بشوفهم ان هم بيبيعوا القشره دي في المحلات والناس بتشتريها تعمل بيها اي حاجه. لا، القشره دي المفروض ان هي ما تتباعش. انت النهارده كحد مصنع لما بتورد للمحلات القالب المفروض يروح له نضيف كده، ما يبقاش كده. لا، دي في المناشر عندنا، دي في مرحله التصنيع. وده حاجه طبيعيه جدا، ده اللبن الطبيعي والجبنه الطبيعيه بتمر. يعني لما تشوف ده في السوبر ماركت المنظر ده تعرف برضو ان ده غالبا يعني ان هو شكل الحاجه القالب كده، يبقى هو مش ما ينفعش. ما ينفعش صح؟ بالظبط ما ينفعش. دي 6 شهور، ودي بطارخ اللي هي السنه. دي اغلى حاجه. دي اغلى حاجه، بيقولوا عليها بطارخ، بيقولوا عليها كافيار، عمر سنه قديم. بص، يناير 2024 يعني عدى عليها اكتر من سنه. تمام. سنه وداخل في شهرين، 14 شهر. وعمر الجبنه الرومي عموما 18 شهر، يعني سنه ونص. دي سعر، دي اغلى شويه، دي اغلى حاجه. دي اغلى حاجه مظبوط. يعني دي ممكن توصل ل 350 جنيه الكيلو للمستهلك، اللي هي البطارخ. 320 ممكن توصل 350. طبعا سعرها بيبقى اغلى عشان حاجتين. اول حاجه ان هي اخذت وقتها في التعتيق. بالظبط. ثانيا تكلفتها عليك انت، اعتقد هو اكتر. انت شايل عندك على الرف، انت ما بتبيعش، انت قاعد شايل عندك على الرف. فلوس مركونه لمده سنه، مخازن، خدمات على القرص. احنا كلنا بنخدمه على قرص الجبنه الرومي. تيست للجبنه الرومي الجديده. دي حاجه بقى هتشوفها في الدول الاوروبيه، بيبقى عندهم الجهاز ده، يدخل كده ويلف يلف يلف، يطلع لك. بص احتراف، يشم. انا عشان محترف. الجبنه الرومي الجديده التيست بتاعها بيبقى مش قوي، هادي، خفيف هادي، وبتبقى ملحها ممكن ما تحسش بطعم الملح قد كده. معلومه مهمه ناس كتير ما تعرفهاش، ان الجبنه الرومي موجوده في مصر بس، مش موجوده في اي حته. لو لقيتها في حته بره مصر ده معناه ان هي بتتصدر من مصر. مصر بتصدر جبنه رومي في كل حته، ولكن اوروبا مش هتلاقي فيها جبنه رومي، لان اوروبا ما بتستقبلش الجبنه الرومي. انت بقى قول لي الفرق بين دي وبين دي. اولا دي ريحتها اقوى، دي رومي شويه يعني، بدات تبقى رومي شويه، بقت قديمه، مملحه اكتر شويه. بس في عتق كده، موضوع تحس ان هي فاهم بقت معتقه. ندخلوا بقى على الايه؟ الكافيار او البطارخ زي ما بيقولوا. كنز يعني سنه وشهرين. ده بقى بص دليل الجوده، لما نلاقيها مشبره كده يبقى هي دسم. ده دليل الجوده ان هي مليانه دسم. اللي قبليها ما كانش كده، كل ما تقدم تدسم. دي بقى اغلى جبنه رومي في مصر. جميله. الله. الجبنه الرومي هي عشق المصريين، الجبنه اللي موجوده في مصر بس. كان لازم نعرف ازاي بتتصنع وتشوفوا مراحل عملها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.